رحل عن عالمنا صباح اليوم الشيخ عبد الله كامل بعد أن أمن المسلمين من الجاليات العربية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال صلاة التراويح في شهر رمضان الماضي. ونشرت الصفحة الرسمية للمسجد الذي يصلي فيه الشيخ عبد الله كامل خبر الوفاة قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي منذ ساعات قليلة فضيلة الشيخ عبد الله كامل إمام مسجدنا في تراويح رمضان منذ ساعات قليلة، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة قريبا. اسمه الثلاثي هو الشيخ عبد الله أحمد كامل، وهو داعية إسلامي وشيخ مصري كفيف من مواليد محافظة الفيوم في إحدى قرى مركز يوسف الصديق، وفقد بصره عندما ولد في عام 1985. وحفظ الشيخ عبد الله كامل القرآن الكريم كاملا دون أي نقصان منذ الصغر على طريقة برايل. وتخرج الشيخ عبد الله كامل من جامعة الفيوم في عام 2005 بعدما التحق فيها في كلية دار العلوم، وشارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي في عام 2015 التي قدمت على أحد القنوات الفضائية المعروفة باسم قناة الفجر، وحصل فيها على المركز الأول. اشتهر الشيخ عبد الله كامل بصوته العذب في قراءة القرآن الكريم، حيث له تسجيلات عديدة على الإنترنت تتوفر أغلبها على قناته الرسمية على اليوتيوب. وشارك القارئ المصري المعروف في تقديم مجموعة من البرامج الدينية الإسلامية من خلال قنوات فضائية شهيرة مثل قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الحافظ وقناة الندى الفضائية وغيرها الكثير. وسافر الشيخ عبد الله كامل إلى أكثر من دولة للإمامة بالمصلين، حيث سافر إلى دولة الكويت وتم نقل صلواته خلال شهر رمضان الكريم على التلفزيون الكويتي، كما أيضا سافر إلى بعض الدول الأخرى مثل أمريكا والسعودية وغيرها من دول العالم. أرحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.